السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء النور والسرور يا جميلات يا حبيبات القلب. أنا أروح المحل يقول لي الربع كيلو ب70 جنيه، أقول له ربع؟ أنا أجيب ربع ب70 جنيه؟ طب ما تيجي نعملها في البيت وندلعها، ندلع الطحين، إحنا اللي دلعنا الطحين. يا سلام، سلام كده لما تاكلي معلقة طحينة كده كأنها مهلبية. ويا سلام بقى لما تكون معمولة في البيت ونضيفة بقى زي شايفين الكمية دي؟ من كوبايتين سمسم ونص كوباية سوداني ونص كوباية دقيق. شايفين نص كيلو سمسم قد ايه يا جماعة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. 8 كوبايات دقيق، 8 كوبايات سمسم، 8 كوبايات سمسم. وهنعمل بس كوبايتين، انا قلت تجربة ان انا هجرب كده اشوف هتطلع حلوة زي بتاعة المحلات ولا ايه. طلعت اجمل. هنعمل ايه بقى؟ هناخد كوبايتين 2 سمسم وعليهم نص كوباية دقيق ونص كوباية سوداني. هزود النص كوباية الدقيق دي هخليها كوباية، ودول كوبايتين سمسم زي ما انتوا شايفين، وسبت الباقي كله. يعني كوبايتين السمسم وكوباية دقيق ونص كوباية سوداني. ولو مش عايزة تحطي كمية السوداني دي ما تحطيهاش، بس كانت زي ما تكون زبدة الفول السوداني بالظبط. ما شاء الله، خطيرة. جربيها وعلى ضمانتي. هناخد السمسم بتاعنا القمر ده ون ونحمصه، يعني نديله تحميصة خفيفة على البوتاجاز، نشيله الرطوبة منه. حتى الدقيق كمان هناخده ونحطه زي ما بنشوف كده. الدقيق هنحطه كده نشيل الرطوبة منه، مش هنديله لون. لا ده هياخد اللون ولا ده هياخد لون، عشان الطحينة بتاعتنا تبقى جميلة وفاتحة. ولو جبت السمسم المتحمص برضو هيديكي نفس اللون الجميل. يعني سواء جبت المتحمص او جبت الابيض، الابيض هنديله تشويحه كده بسيطه يشيل الرطوبه منه. تمسكي بقى كده الدقيق في ايدك تحسي ان هو سخن، والسمسم برضو في ايدك كده تحسي ان هو سخن، مش تتلسعي منه، لا تمسكيه في ايدك كده، ايدك تتحمل درجه الحراره بتاعته. يبقى احنا مسكنا السمسم وشوحناه تشويحة بسيطة كده أو تحميصة بسيطة كده، المهم إن هو ما ياخدش لون مننا، والدقيق برضو ما ياخدش لون. شايفين اللون بتاعه أبيض برضو ملوكة مسكته في إيدها هو هتلاقيه حسينا بس. المطحنة بتاعتك ديت الكبة الصغيرة. أنا بقولك لو عندك المطحنة بتاعة الخلاط هتديكي هت... هتطلع كمية الزيت اللي في الحمص، اللي في السمسم، واللي في واللي في السوداني. هتطلع كل الزيوت اللي فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعة جربوها، أنا غلطانة وندمانة إني ما جربتهاش من زمان. مسكت السمسم ومسكت السوداني، حطيتهم الاتنين على بعض. بصي شوفي، ما تضربي وتريحي، تضربي الكبة في الكبة وتريحيها. زي ما أنا قلتلك، لو انتي عندك المطحنة بتاعت الخلاط هتعملها لك زي العجينة. أنا قعدت أضرب وخايفة بقى على الكبة وأريحها شوية، أضرب وأريحها شوية. ما شاء الله لحد ما تحسي إن هي زي العجينة معاكي كده. تبدأ بقى الزيوت بتاعتها كلها تخرج منها. ما شاء الله تبارك الرحمن. هتكوني مجهزة معاكي كوبايتين 2 زيت، ومش هناخدهم كلهم كمان. يعني احنا هنحط كوباية ونحط شوية كمان من الكوباية التانية. يبقى احنا دلوقتي استخدمنا كوبايتين 2 سمسم، شايفين، وكوباية دقيق ونص كوباية سوداني. وهناخد بقى كوبايتين زيت ونجهزه. شايفين بقت العجينة؟ على فكرة برضو بقول لكم تاني، الكبة بتاعت الخلاط هنا بقى لازم ناخد بقى ذرة ملح صغيرة كده، ذرة ملح، علشان تخلي ليها حلاوة بقى. طبعا السمسم حطينا الزيت وضربناه في الخلاط في الكبة بتاعتنا معاه ذرة الملح، وهنضربه بقى علشان الزيت بقى يبيض كده. كل ما الحاجة تبقى يعني بنقول السمسم ما يتحمصش جامد، والدقيق برضو ما يتحمصش جامد،
والزيت نضربه بقى عشان يديك البياض كده، علشان يديك بقى اللون الطحينة الفاتح اللي زي القمر كده. بس السوداني بقى زي ما انا بقول لكم، السوداني بيخلي لها يوديها في حتة تانية، تحسي ان انت بتاكلي حاجة بنت ناس، مش الطحينة اللي احنا بنجيبها كلها دي من بره، لا ده انت عاملة طحينة وبكميات كبيرة، يعني مستخدمة السمسم كميات صغيرة، وضايفة عليها حاجات مديها إضافات كبيرة، فمش مكلفاكي حاجة، مش هتكلفك أي حاجة. ما شاء الله كل ما بقى يظهر بقى كده تقومي منزلة بقى السمسم اللي بسباتيولا بقى كده، هيبقى جميل جدا. تبدأي بقى تنزلي كده، شايفين؟ اللهم بارك، اللهم بارك. جربوها وعلى ضمانتي. مين اللي نسي يحط اللايك وصليتوا على النبي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هنبدأ، شايفين الكمية؟ شايفين الكمية من كوبايتين 2 سمسم. النص كيلو الطحينة ب140 جنيه، الكيلو الطحينة ب280. احنا خدنا كوبايتين 2 سمسم ب15 جنيه، و10 جنيه سوداني. لو عايزة ما تحطيش سوداني شيليه، وكوباية دقيق وكوباية زيت من عندنا من البيت، ونملى البرطمانات. يا سلام بقى لو عملت النص كيلو الطحينة كله، اديله ادي. اللهم بارك. شايفين اللون وشايفين القوام؟ نجيب بقى ايه؟ معلقتين 2، يعني احنا هنملى البرطمانين ما شاء الله تبارك الرحمن. هيتفضل شوية كمان كده، يعني ما يجوش معلقتين كمان اللي فاضلين. هنحطهم دلوقتي في البولة. عايزة بقى تزودي بقى الطحينة، نعمل بابا غنوج، ونعمل طحينة، ونحطها على الفول، وبنستخدمها في حاجات كتير قوي. بابا غنوج وماما غنوج، ونظبط المساء. أنا بحب الطحينة جدا. مين بيحب الطحينة زيي؟ شايفين القوام؟ وبقى أنا أقول تاني كمان مرة، لو عملتيها في كبة الخلاط، المطحنة بتاعت الخلاط، هتبقى خطيرة كمان، هتبقى ناعمة وتخرج الزيوت اللي فيها كلها. هنا بقى من السوداني وأنا عاملاها في كبة الخلاط، فملوكة صفتها، يعني صفت الجزء ده، وعملنا الجزء ده كمان، ده متصفي وده نشوف الطعم، نشوف ايه الفرق. حطينا بقى شوية مية عليها، وشوية ملح، شوية ليمون، وفصين توم. لو عايزة بقى تزودي برضو كمية الطحينة، تجيبي رغيف عيش ايه وتحطيها عليها يزود لك. بس انا صراحة ما بحبهاش بالعيش، انا بحبها كده جنب المشويات. احطها بقى كده على الفول. يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن. كل حاجة اعمليها في البيت، حاولي تعملي كل حاجة في قلب البيت. العيشة غالية جدا جدا جدا، ووفري ودبري مع الشري. بحبكم في الله يا أحلى أخوات، ومع السلامة.